في حكايات غادة. هنحكي عن فنانين ليسوا من أصول مصرية وإيه هي أصلهم الأجنبي. بس الأول قراءة الفاتحة على شهدائنا وإخواتنا الفلسطينيين. الفنانة مهتاب حسين عز الدين وهبة عبد الله، ده الاسم الحقيقي للفنانة مي عز الدين. اتولدت في الإمارات في مدينة أبو ظبي، اتربت في اسكندرية لأسرة من أصول تركية. شروت مصطفى فهمي، ده الاسم الحقيقي للفنانة ليلى طاهر، اتربت في شبرا وهي من أصول تركية. أما الفنانة شادية هي من أب وأم تركية، جاءوا لمصر لعمل أبوها دكتور صيدلي. أما الفنان رشدي أباظة هو من أب مصري وأم إيطالية. والفنان عادل أدهم اتولد في حي الجمرك باسكندرية لأم تركية وأب مصري في موظف حكومة. أيضا الفنانة لقاء الخميسي اتولدت لأب مصري وأم أشورية، حيث أنها قالت أن والدتها تنتمي للدولة الأشورية اللي بتشبه الحضارة الفرعونية وما زالت موجودة حتى الآن، وأن الدولة الأشورية قوية جدا في التعامل، لأنها بتتحدث بس اللغة المصرية وما تعرفش التحدث باللغة الأشورية. ولدت الفنانة نيلي كريم في اسكندرية لأب مصري وأم سورية، وأيضا فنانة ليلى علوي الأب مصري وأم يونانية. أيضا الفنان أحمد زاهر اتولد لأسرة تركية في منطقة كونيا بالتحديد. أما الفنان حسين رياض وأخوه الفنان الشقيق فؤاد شقيق اتولد لأسرة أب مصري وأم سورية. أما الفنانة سوريا فخي فهي من أصول لبنانية يهودية، ودي كانت جاسوسة أو عميلة لإسرائيل، وده أنا عاملة فيديو كامل عنها موجود في القناة. اتولد الفنان ميشيل ديرميل شالهوب اللي هو الاسم الحقيقي لعمر الشريف في اسكندرية من أصول كاثولية لأسرة سورية، سماه المخرج يوسف شاهين باسم عمر الشريف لما دخل التمثيل. أما الفنانة نجوى فؤاد اتولدت لأب مصري وأم فلسطينية. أيضا الفنان استيفان رستم من أم إيطالية وأب نمساوي، وكان أبوه سفير النمسا بالقاهرة. اتولدت الفنانة غادة عادل في ليبيا لأب من أصل فلسطيني وأم سورية. أما الفنانة حلا شيحة وإخواتها هي من أم لبنانية وأب مصري. ولدت الفنانة ليلى محمد فوزي إبراهيم من أصل أم تركية وأب مصري. كما ولدت أيضا الفنانة نانوشكا كوليبيان، الاسم الحقيقي للفنانة لبلبة عائلة من أصول أرمانية. أيضا الفنان إبراهيم خان من أب سوداني وأم مصرية. بالرغم من ولادته في مصر وعيشته طول عمره هنا في مصر، إلا إنه ما خدش الجنسية المصرية، وده هعمل حلقة كاملة عنه إزاي بتفاصيل حياته وإزاي ده بدخوله للتمثيل وإيه سبب عدم أخده للجنسية المصرية. أما الفنان أحمد مكي والفنانة إيناس مكي أخته اتولدوا لأب جزائري وأم مصري. المخرج طارق العريان من أصول فلسطينية مقيم في مصر، وهو من أب المخرج محمد العريان. ابن المخرج محمد العريان أخرج أغلبية أفلام أحمد زكي. أيضا المخرج محمد خان هو كان من أصل باكستاني وأم مصرية، حصل على الجنسية المصرية بقرار رئيسي سنة 2014 لما بلغ عمره 72 سنة. إن شاء الله يكون في حلقات كاملة بالتفصيل عن حياة كل فنان. لو سمحت لو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنساش اللايك والشير، ولو سمحت تكون كريم معي بالاشتراك. ولد الفنان إلياس مؤدب لأم مصرية وأب سوري، اتولد في التحديد في مدينة طنطا. كما ولدت ليليان زكي مراد، ده الاسم الحقيقي للفنانة ليلى مراد، من أب يهودي من أصله مغربي، هاجر مع أسرته من المغرب إلى حي محرم بيك بالإسكندرية، ووالدتها من أصول بولندية. أيضا الفنانة زبيدة ثروت كان أبوها ضابط في الجيش وكان من أصول تركية، ومامتها من نصف تركي والآخر سوري. أيضا الفنانة ميمي شكيب وأختها زوزو شكيب اتولدوا لأسرة شركسية. أما الفنان فريد شوقي فهو اتولد لعائلة مصرية من أصل تركي، والفنانة زينب صدقي اتولدت لأسرة تركية من أصل تركي. وبكده يكون وصلنا لآخر حلقتنا. إن شاء الله هيكون في حلقات كتير كان تفصيل بكل تفصيل عن حياة الفنان. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.